تحمل الجاليات العربية المسلمة ثقافاتها وتقاليدها معها إلى بلاد المهجر. في رمضان تتحول مناطق تلك الجاليات إلى قطعة من الأوطان الأصلية، طبعا بأسواقها ومطاعمها ومساجدها، كما هو الحال فيما يعرف بشارع العرب في العاصمة الألمانية برلين. ومنها نتابع تقرير مراسلنا لؤي غبرة. الصورة من العاصمة برلين، أجواء رمضانية، أضواء ولافتات بالعربية، وأسواق متنوعة بالمنتجات والمطاعم من مشرق الوطن العربي إلى مغربه. وفي هذه الصورة أيضا يستعيد الناس عادات شهر رمضان المبارك كما عرفوها في بلدانهم. حالك بالشارع انه كانك ببلادنا، يعني اجواء بلادنا، الاسواق وبيشتروا العالم ضاع اغراض لرمضان من غير مقاطعات. بننزل على برلين جمع اللم الوش الحلو، بنضحك مع بعضنا، اهليه محليه، ما حد غريب، بنحس بعضنا هيك اهل. احنا بشارع العرب بنحس حالنا بس نيجي عليه كانه ببلدنا، يعني بسوريا او بفلسطين، يعني بنحس حالنا ببلد عربي هون. الشهر الكريم مناسبة للقاء وتجديد أواصر التواصل المجتمعي، وفي المغترب يصبح الأصدقاء هم العائلة الكبيرة، بينما توفر كثير من المطاعم العربية المكان الأنسب للاجتماع على موائد الإفطار وقضاء الأمسيات والسهرات الرمضانية. بتشوف كل العيال، بتشوف كل الأصدقاء بيجون عندك برمضان، وخاصة بعد الإفطار بنقعد بالقهاوي أو نزور بعض وهالشغلات هيدي. المطاعم العربية اللي بشارع العرب كل واحد بيتميز على حسب دولته أكثر، لأنك تشوف تلاقي مثلا مطعم السوري، مطعم الأردني، مطعم اللبناني، في مطعم اليمني. الجوامع تزدان هي الأخرى بالأجواء الإيمانية الرمضانية بكل ما فيها من عادات وعبادات، وقد بات لها صدى أكبر في ألمانيا نتيجة زيادة عدد المهاجرين العرب خلال السنوات القليلة الماضية. زونن أليه هو الاسم الرسمي لهذا الحي، لكنه بات يعرف باسم شارع العرب، وأصبح أحد الأماكن النابضة بالحياة في العاصمة برلين، وهو يكتسب في شهر رمضان المبارك حلة جديدة ورونقا خاصا. لؤي غبرة، تلفزيون دبي، برلين. ختام النشرة، في أمان الله.